خطة الربح المضمون، استراتيجيات لتحقيق الربحية. أهلا وسهلا بكل اللي بيتابعونا، سواء كنتم أصحاب مشاريع صغيرة أو مديرين لمشاريع كبيرة. النهاردة عندنا موضوع مهم جدا بالنسبة لأي حد عايز يحقق نجاح في عالم البيزنس. هنتكلم عن خطة الربح المضمون، يعني هنشوف إزاي نقدر نحط استراتيجيات مختلفة تساعدنا نزود ربحية المشروع بتاعنا. في عالم البيزنس كلنا عايزين نكسب ونشوف مشاريعنا بتنجح وبتتقدم، لكن السؤال اللي دايما بيجيلنا إزاي نقدر نحقق الربحية دي؟ وإيه هي الطرق اللي ممكن نتبعها علشان نضمن إن مشروعنا مش بس هيعيش لكن كمان هيكبر؟ في فيديو النهاردة هنجاوب على كل الأسئلة دي، هنتعلم مع بعض إزاي نحط خطة متكاملة وواضحة لتحقيق الربحية. هنشوف إزاي نقدر نفهم السوق بشكل أفضل ونحلل احتياجات العملاء ونستخدم كل الأدوات المتاحة لينا علشان نحقق الأهداف اللي بنسعى ليها. يعني الفيديو ده مش بس هيكون مفيد للناس اللي لسه بادئين، لكن كمان للناس اللي عندهم خبرة في السوق وعايزين يطوروا من أداء مشاريعهم. يلا بينا نبدأ الرحلة مع بعض ونشوف ازاي نضمن الربح من مشروعنا. أول حاجة لازم نفهمها ونأكد عليها، الربح مش بيجي بالصدفة ولا بالحظ. الربح بيتطلب تخطيط دقيق واستراتيجيات مدروسة، يعني لازم يكون عندك خطة واضحة ومحددة علشان تقدر تحقق الربح اللي بتسعى ليه. وفي عالم البيزنس النهاردة المنافسة شديدة والسوق مليان بالتحديات، علشان كده الاستراتيجية الصحيحة في إدارة مشروعك هي المفتاح لتحقيق الربحية. مش بس كده، الاستراتيجيات ديت بتساعدك تتجنب المخاطر وتستغل الفرص اللي ممكن تقابلك. والاستراتيجية بتبدأ بفهم السوق اللي انت شغال فيه، تعرف المنافسين بتوعك، وأهم حاجة تعرف عملائك كويس. لازم تفهم احتياجاتهم وتقدر تعملها بطريقة تميزك عن التانيين. بعد كده تخطيطك المالي وإدارة مواردك، يعني تعرف تحدد تكاليفك تتحكم فيها وتخطط لإيراداتك بشكل يزود من ربحك. وكمان لازم يكون عندك استراتيجية تسويق قوية، يعني تعرف تسوق للمنتج بتاعك أو الخدمة بتاعتك بطريقة تجذب العملاء وتخليهم يفضلوا يتعاملوا معاك. وأخيرا الابتكار والتطوير المستمر لمنتجاتك أو خدماتك. في عالم بيتغير كل يوم لازم تكون دايما جاهز تتطور وتقدم حاجة جديدة للعملاء بتوعك. النهاردة في الفيديو ده هنتعمق أكتر في كل نقطة من النقاط دي ونشوف إزاي نقدر نستخدمها علشان نزود الربحية. ويلا نبدأ بأول خطوة في استراتيجية تحقيق الربح، وهي فهم السوق ومعرفة احتياجات العملاء. الخطوة دي مهمة جدا وهي الأساس في أي خطة نجاح لمشروعك. أول حاجة لازم تعملها هي تحديد السوق اللي انت شغال فيه، يعني تعرف المنافسين بتوعك، السوق بيتكون من ايه وايه هي أهم الاتجاهات المؤثرة في السوق ده. بعد كده تيجي خطوة معرفة العملاء، دي مش بس معرفة مين هم، لكن الأهم من كده انك تفهمهم كويس، يعني تعرف العميل بتاعك عايز ايه بالظبط، محتاج ايه، وايه اللي بيحرك قرارات الشراء عنده. وده مش متوقف على السعر والجودة بس، لكن كمان بيشمل تجربة العميل مع المنتج أو الخدمة وإزاي بيتفاعل مع البراند بتاعك. فهم احتياجات العملاء ده بيساعدك تطور منتجاتك أو خدماتك علشان تقابل الاحتياجات دي، وكمان بيساعدك في تحديد الأسعار الصح وطرق التسويق المناسبة وكيفية تقديم الخدمة ليهم. ومن الحاجات المهمة جدا استخدام البيانات والأبحاث علشان تفهم السوق والعملاء، يعني تعمل استطلاعات رأي، تجمع بيانات عن سلوك الشراء وتستخدمها في تحليل السوق وفهم العملاء بشكل أعمق. في النهاية لما تفهم السوق والعملاء بشكل كويس هتكون قادر تقدم لهم اللي بيحتاجوه بالظبط، وده هو الطريق الأكيد لزيادة الربحية في مشروعك. ودلوقتي بعد ما عرفنا أهمية فهم السوق والعملاء، هنتكلم عن خطوة مهمة جدا في خطتنا للربحية، وهي تحديد الأهداف المالية. تحديد الأهداف المالية بشكل واقعي ده أمر حيوي لنجاح أي مشروع. يعني لازم تكون عندك فكرة واضحة عن الأهداف اللي أنت عايز تحققها من المشروع، سواء كانت بقى زيادة في الإيرادات، تقليل التكاليف، أو زيادة حصتك في السوق. وأول حاجة في تحديد الأهداف المالية هي إنك تكون واقعي وصريح مع نفسك، يعني تحط في اعتبارك كل العوامل اللي ممكن تأثر على مشروعك زي حجم السوق، القدرات المالية بتاعتك، والموارد المتاحة ليك. بعد كده تحدد أهدافك بشكل قابل للقياس، يعني مثلا بدل ما تقول عايز أزود الربحية قول عاوز أزود الإيرادات بنسبة 20% في السنة الجاية. بكده تكون حطيت هدف محدد وقابل للقياس. كمان مهم تحدد أهداف قصيرة وطويلة الأجل. الأهداف قصيرة الأجل دي بتساعدك تحافظ على التركيز والتحفيز، والأهداف طويلة الأجل بتديك صورة أوضح لمستقبل مشروعك. وأخيرا لازم تراجع أهدافك بشكل دوري وتتأكد إنها لسه متوافقة مع واقع مشروعك والسوق اللي أنت شغال فيه. الأهداف المالية مش حاجة ثابتة، دايما بتتغير وبتتطور على حسب الظروف. بتحديد الأهداف المالية بشكل واقعي وقابل للتحقيق هتكون قادر تبني استراتيجيات فعالة تساعدك تحقق الربحية اللي بتسعى ليها. بعد ما حددنا الأهداف المالية بتاعتنا، الخطوة اللي جاية في خطتنا لزيادة الربحية هي تطوير المنتجات أو الخدمات. وده جزء مهم جدا لأن تطوير المنتجات والخدمات بيعتبر مفتاح لجذب عملاء جدد وزيادة الربح. وأول حاجة لازم تعملها هي تقييم المنتجات أو الخدمات الحالية،
يعني تشوف هي بتقابل احتياجات العملاء ولا في حاجة ناقصة، وتشوف كمان ايه المميز في منتجاتك او خدماتك عن منافسينك. وبعد ما تعرف ايه اللي عندك تبدأ تفكر في التطوير، يعني ممكن تضيف مميزات جديدة للمنتج، تحسن من جودته، او تقدم خدمات اضافية تجذب العملاء. الفكرة هنا انك تعمل حاجة تميزك عن الباقيين وتخلي العميل يفضل يجيلك. كمان مهم تفكر في احتياجات العملاء، يعني تشوف فرص جديدة ممكن تستغلها بمنتجاتك أو خدماتك. وما تنساش تستخدم طبعا التكنولوجيا في تطوير منتجاتك أو خدماتك. العالم بيتغير بسرعة والتكنولوجيا بتفتح فرص جديدة كل يوم، يعني ممكن تستخدم الإنترنت أو حتى الذكاء الاصطناعي في تحسين عرضك للعملاء. وأخيرا مهم جدا تختبر التطورات الجديدة ديت مع العملاء قبل ما تطرحها بشكل واسع، يعني تعمل تجارب صغيرة أو تطلب رأي مجموعة من العملاء الأوفياء وتشوف رد فعلهم. ده بيساعدك تعرف إذا كان التطوير ده هينجح ولا لأ. بتطوير المنتجات أو الخدمات بشكل مستمر ومدروس هتكون قادر تجذب عملاء أكتر وتزود ربحية مشروعك. ودلوقتي بعد ما اتكلمنا عن تطوير المنتجات والخدمات، هندخل على جزء مهم جدا في زيادة الربحية، وهو استراتيجيات التسويق الفعال. التسويق ده مش إعلاناته بس، ده فن وعلم بيتطلب فهم عميق للسوق والعملاء. استخدام استراتيجيات تسويق فعالة ممكن يكون له تأثير كبير على ربحية مشروعك. وأول حاجة في استراتيجيات التسويق هي تحديد الجمهور المستهدف بتاعك، يعني تعرف مين هم الناس الأكثر احتمالية يشتروا المنتجات بتاعتك أو خدماتك، وبعدين تعمل رسائل تسويقية مخصوصة ليهم. كمان مهم تختار القنوات التسويقية الصح، يعني تشوف هل أفضل لمشروعك التسويق عن طريق الإنترنت، السوشيال ميديا، ولا التسويق المباشر، الإعلانات التقليدية زي الجرايد والتلفزيون، ولا حاجة تانية. كل ده بيعتمد على طبيعة مشروعك والجمهور بتاعك. ومن الحاجات المهمة كمان تحليل وقياس نتائج حملاتك التسويقية، يعني تشوف الحملات اللي انت عملتها جابت نتيجة كويسة ولا لا، وتعرف ايه اللي نجح وايه اللي محتاج تغيره. واخيرا التسويق الناجح هو اللي بيبني علاقات طويلة الامد مع العملاء، يعني مش بس تبيع لهم مرة واحدة، لكن تخلق علاقة بينهم وبين البراند بتاعك بحيث يفضلوا يرجعوا ويشتروا مرة تانية. باستخدام استراتيجيات تسويق فعالة هتكون قادر توصل لعملاء أكتر وتزود الوعي بالبراند بتاعك، وفي النهاية ده طبعا هيزود ربحية مشروعك. دلوقتي هنتكلم عن جزء مهم جدا في زيادة الربحية، وهو التحكم في التكاليف. الحقيقة هي إن تقليل التكاليف ده مش معناه إنك بس توفر فلوس، لكن كمان معناه إنك تشتغل بكفاءة أعلى وتزود ربحك في النهاية. وأول حاجة لازم تعملها هي مراجعة كل التكاليف اللي بتتحملها في المشروع، يعني تشوف كل جنيه تصرفه بيروح فين وبيعمل إيه. من هنا تحديدا تقدر تحدد التكاليف اللي ممكن تقلل منها من غير ما تأثر على جودة المنتج أو الخدمة بتاعتك. مثلا ممكن تشوف لو في موردين بيقدموا نفس الجودة بسعر أقل، أو تستخدم تكنولوجيا تساعدك تخفض من تكاليف الإنتاج. وكمان مهم تراجع تكاليف العمالة، يعني تشوف إزاي تقدر تزود كفاءة فريق العمل بتاعك. كمان لازم تفكر في التكاليف الغير مباشرة زي تكاليف الكهرباء، المية، والإيجار. دايما في مجال للتحسين وتقليل التكاليف في الجوانب دي. ومن النقاط المهمة جدا كمان هي انك تبقى دايما واعي لأي تكاليف جديدة قبل ما تقرر تضيفها، يعني تحسبها كويس وتشوف هل هتزود الربحية بشكل فعال ولا لا. في النهاية التحكم في التكاليف ده مش بس معناه تقليل المصاريف، لكن كمان معناه تدير مواردك بشكل أكتر ذكاء. بتحكمك الجيد في التكاليف هتزود ربحية مشروعك وتضمن استمراريته ونجاحه على المدى الطويل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. أكيد دلوقتي عندكم فكرة واضحة عن إزاي تقدر تزود ربحية مشروعك بشكل فعال، من فهم السوق والعملاء لتحديد الأهداف المالية لتطوير المنتجات والخدمات واستراتيجيات التسويق الفعال، وأخيرا التحكم في التكاليف. لحد هنا نكون انتهينا من الفيديو ده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس، كده تضمنوا ان كل جديد هيوصلكم اول باول. وما تنسوش تشاركوا الفيديو ده مع اصحابكم، خصوصا اللي عندهم مشاريع او مهتمين بعالم البيزنس. شكرا جدا لمتابعتكم، وان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.